قال لك لقينا باللي شبكه من المخزن من المغرب تبعث في اوامر وخلطوها لهم اخوتي. الكل يعلم ان الجزائر مستهدفه من قبل خاصه الجار الغرب، مع الاسف الجار السوء، ماذا بهم يعني يقيسوا فئه الشباب اساسا، راهم يعني هي عباره على حرب نقولها صراحه. لازم علينا احنا اليوم نعرفوا فين نواجهوها بالهيئات المختصه، ولكن بالمجتمع المدني كذلك، بكل يعني. درك عن بالك تكتب اي حاجه يقول لك هذه السياسه تهدد استقرار الوطن. تهدر حتى جابوا لنا واحد الوقت تهدر كلمه يقول لك احباط معنويات الجيش الوطني ليحمي الشعب والمؤسسات والدوله، فهذه دافات هكذا في السياسه تخرب. وانت تسمى خاطي وش دخلني في المعنويات؟ لا لا لا، اي حاجه تديرها احباط المعنويات، إهانة هيئة نظامية. واحدة أمام كنت تقول لهم مثلا يا جماعة أو البصل ما كانش التشكيك في قدرات الدولة، هذه تهمة وش من دولة جزائرية أنت داير في السياسة، هم دايرين إضراب ما لقوش وش ياكلوا، لا لا لا، يشكوا في قدرات الدولة، كلش ولا سياسة. وداروا لهم هذا القانون. حتى النقابات، يعني دوك نشوفوا واحد يتكلم تاع النقابات حاير في هذا القانون تاع السياسة، يقول لهم احنا أصلا مش دخلنا في السياسة، احنا دي سنديكاليست كل واحد في المؤسسة تاعو يهدر على المؤسسة تاعو، وش دخل هذا القانون في مشاكلنا احنا؟ نسمعوه، تفضل خويا المخرج. ممثلو النقابات العمالية بدورهم أكدوا بأن المادة 45 لا فائدة منها، لأن النقابات لم تنظم يوما إضرابات سياسية وترفض أي تدخل سياسي في شؤونها. تاع السنديكا قالوا احنا جامي في حياتنا درنا وقفة على السياسة، علاه دايرين قانون باللي على السياسة؟ يا سي بوعلام، خاطرك كل الإضرابات الجاية دركي هو يلولبها باش تولي كي شغل راي سياسية، إذن هي ممنوعة. برك أنت وزملائك في النقابات جامي داروا مطالب عامة، حتى كي نشوفوا واحد على السكنة، واحد على الخلاص، واحد على المدير ومشاكل وكذا، فهي مطالب يعني اجتماعية داخلة في إطار العمل والمهام وكلش، ما دخلهاش بوليتيك، فهما دوك يعرفوا كيفاه يصيغوها وتولي تهديد للدولة واستقرارها، وأيادي خارجية تحاول زعزعة المجتمع الجزائري وانت راك فيها، يكبروها لك ولقينا ريزو وشبكة انترنت وقدينا دعوة كيما النقابات اللي كي غير قال لك لقينا باللي شبكة من المخزن من المغرب تبعث في أوامر وخلطوها لهم أخوتي. تولي إضراب ذات طابع سياسي وهو ممنوع. برك وانت تقول علاه داروا لنا هذا القانون واحنا اصلا نقابات خاطينا السياسه، لا ما يعرفوا واش يديروا الشيخ، اما كيما نقول لك يحفر لك في قبرك، انت تقول له يا شيخ انا مازلت الله يبارك نونطريني حديد ونجري ونسطي وكذا، لا لا ما تخاني عن بالي انا، اي قيس فيك كروكمور هذاك ويدي في لي ميزور وقاعد يحفر لك في قبرك. للاسف الشديد هذا هو الحريات في عهد تبون، وكما قلت لكم في بدايه الحصه ابارتير دو لا راك تعرف الصراع بين الحق والباطل وين يتموقع في الجزائر. رانا شفنا الاعتقالات تاع الحراكيين، زدنا لك القدرة الشرائية والتمرميدة تاع المواطن وهلك التجارة والمشاكل، وزدنا لك دركا حتى في الحقوق، يعني في القوانين هذه تاع الشركات والنقابات كيفاه القمع متواصل. وانت زيد ميز وشوف بعينك الباطل وين راهو ماشي. يعني حاوس يقول، وانا نشوف مثلا في واحد قطاع الصحة، واحد القطاع الصحة في سعيدة داروا إضراب، تم هذوما يا جماعة غير نساو هذو آخر يوم، ويزيد يكمل ودي في خاطر لي زيتيديون يزيد يكمل يحكي عليه. تفضل أخويا أتحفنا يا بوجيل، تفضل. الشبان الجزائريين في الجامعات والجامعات عبر كل الولايات، عدد الجامعات هو عدد تقريبا الولايات. وين بلد عندها لأن لما نتكلم عن الجامعة هو التكوين المستقبل. سي بون هذه ما كان له نعلقوا عليها، سورتو لي زيتيديون اللي يشوفوا فينا. وين بلاد عندها كيفنا جامعات؟ تقول في الشيخ والله إن للموت لسكرات، صح؟ وش من بلاد هذه عندها جامعات كيما احنا؟ تقريبا في كل ولاية جامعة. ما عليناش، مع احترامنا الشيخ كبير وكذا، والشباب مساكن يسمعوا فيه درك يقولوا يا ولدي لا جوناس راكم فلقتوها،
لا جوناس راكم شي يخطوها، هادي صاروخ وادي شيشه ما عملناش منين جايه، ولا معسل ما عملناش منين جاي، وادي تشوشنا، وادي ما نعرفش هي. اليوم وانا نسمع الوزير تاعنا تاع الداخليه يتكلم على لو بيلون، جماعه الحصيله تاع الكاشيات وهذيك، نسمعوه وش يقول. تفضل خويا المخرج. أثمرت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2022 بمعالجة 85,538 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات، تورط فيها 97,863 شخص. شي مهبول صح يا خالد. تخيل 2022 7 ملايين قرص، 6 مليون، 7 ملايين كاشية. وين كانت رايحة تدخل في أجساد الشباب. هاد 7 ملايين ما حتى قلبنا زومبي، حقنا كيما فيلم تاع هذاك تاع براد بيت، هذاك نوضو كل كلمة هابل نجريو في الطريق. 7 ملايين شحال وين حتحطها؟ تيتي بويزا وكون دخلت، واحسب لي دخلت تتكونسوما. كيفاه انتم كدولة تقدر تخش لكم 7 ملايين؟ منين طاحوا؟ ونقولوا الشيشة ما شفتوهاش يا سيدي جنرال، دخلها شمها قال واش هذه والله ريحة الفراز، وادي ريحة العنبر، وادي ريحة المنعفية الفاني. فجي كالعادة الجواب تاع الوزير السهل المبسط. شكون سباب هاد الكاشيات وشكون سباب هاد الكوكايين؟ حيقول لنا السلطة، راح يقول لنا يدخلوا فيها جماعة قيادة من فوق ولا شكون؟ باينة. زيد بها من الناس. تفضل اخويا المخرج. هو الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من قبل خاصة الجار الغرب، مع الأسف الجار السوء، ماذا بهم يعني يقيسوا فئة الشباب أساسا. راهم يعني هي عبارة على حرب، نقولها صراحة. لازم علينا احنا اليوم نعرف فين نوجهها، بالهيئات المختصة ولكن بالمجتمع المدني كذلك، بكل يعني الوسائل هنا وهناك. والآن ما اكتفوش بصراحة، يعني كان الحمد لله العمل الجبار الذي تقوم به مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي. علينا نحن أن نتجند إذا محاربة هذه الآفة ومحاربة كل الذين يريدون الشر لبلدنا. شفت سهل، احنا خاطين بركم يستهدفوا فينا واحنا مستهدفين والسلعه تجي من هي. احمي حدودك، روح لاي كارت يدرك دوموندي الكاشيه، متوفره الكاشيات العدد اللي تحب، متوفره نورمال. مالا لكن دخلت انت المسؤول الاول، هذه كيما الشيشه تسمى، ما عندكش حتى منين دخلت. ولكن معلش ايادي خارجيه مستهدفين كذا، ونرقعوا ونطبعوا. هذه هي الحكومه تاعنا. قبل ما نغادروا برك اخونا يسمح لنا كان في الواتساب نستقبلوه نبيل. سلام اخويا العزيز نبيل، مرحبا بك. السلام عليكم خويا لطفي. واش راك يا سي نبيل؟ الله يتقبل واسمح لنا طولنا عليك يا سي نبيل. معليش خويا لطفي، معليش، ربي يحفظك العزيز. امين، الله يحفظك يا خويا، امين. تفضل. واش راك يا لطفي؟ لاباس اخويا؟ لاباس والله يا خويا، امين الحمد لله. ان شاء الله تكون بصحه انت. نبيل عفوا، انا قلت لك امين تخلطتني مع نبيل. تفضل يا سيدي نبيل. على بالي ذهبوها لك يا لطفي، مرضوك على بالي. مرضونا يا خويا والله، غير مرضونا. شفت واش راهي باتنا والله يا لطفي يا خويا. تشوف الشعب مسكين، راك تشوف راه يعاني يا خويا، قهرونا اخويا. روك تشوف طاكسي دير 400 مليون، دير 300 مليون، 400 ضارب بمليار. الخدمه ما كانش اخويا لطفي. وين راح نوصلوا هنا دروك؟ المستقبل وين راه؟ المستقبلنا وراها اخويا. الناس يتعاني، الناس تنتحر حبيبي. صح. وش راح نقول لك يا اخويا؟ اقسم بالله يعني ربي يجيب الخير. يعني الناس هذو ما حبوش يحشموا اخويا. اغنى بلاد ربي يبارك بخيرات ثروات، ربي يبارك. طلع ربه في افريقيا والشعب يعاني. قول يا لطفي يا اخويا. واش راهي باتنا اخويا نبيل؟ لطفي واش راهي باتنا؟